استعدوا تشموا ريحة الفحم وتشوفوا السر اللي خلى الكفتة تفضل ملكة الأكل الشرقي من زمان. الطعم اللي بيجمع بين الأصالة والإبداع في كل لقمة. عارف إن الكفتة من أقدم الأكلات اللي الناس عرفوها في الشرق الأوسط؟ هوب! كانت زمان بتتعمل على الفحم في الولائم الكبيرة، وبتعتبر رمز للكرم واللمة الحلوة. ومع مرور السنين كل بلد أضاف لمستها الخاصة. المصريين حطوا التوابل، اللبنانيين زودوها بالأعشاب، والأتراك غيروا شكلها بالكامل. الكفتة مش بس أكلة، دي تجربة. طعم اللحم المشوي مع ريحة الفحم مع التوابل اللي بتخطف الحواس. غير إنها غنية بالبروتين والحديد، يعني مش بس بتشبعك، كمان مفيدة لجسمك. وبتتنوع بطرق كتير، كفتة داوود باشا، كفتة بالبطاطس، كفتة مشوية، أو حتى كفتة نباتية. برافو! مفيش حد دقها وما حبهاش، لأنها ببساطة أكلة بتجمع بين الأصالة والطعم اللي عمره ما بيخلص. هوب! جربها بطريقتك وخلي كل لقمة تحكي حكاية جديدة. أودون!